الدنيا مولعه على السوشيال ميديا عشان اعلان اتصالات الجديد بتاع النادي الاهلي. جمهور الزمالك شايفها اهانه واضحه، وجمهور الاهلي شايف ان هم مبالغين في الموضوع والموضوع كله هزار. الجديد بقى في الموضوع ان عدد كبير من جمهور الزمالك قدموا طلبات ان هم يغيروا الشبكه بتاعتهم من اتصالات لشبكات تانية، وانتشر معاها هاشتاج اتصالات شبكه الاهلاويه، وبقى كمان رقم واحد. السؤال هنا، هل اللي عملته اتصالات ده يعتبر تصرف حكيم؟ وبغض النظر عن الانتماءات، هل في شركة ممكن تختار إنها تخسر عدد كبير من عملائها بإيديها؟ انسى بقى الموضوع ده وتعالى احكي لك على غلطة غلطتها شركة دوف في 3 ثواني بس كلفتهم كتير قوي. سنة 2017 شركة دوف كانت عايزة تعمل إعلان الغرض منه إن هم يقولوا إن منتجاتهم بتخلي البشرة أنظف، بس عملوا الإعلان بطريقة كارثية. الإعلان عبارة عن 3 ثواني بالعدد جايبين فيهم بنت بشرتها سمراء بتقلع التيشيرت بتاعها بتقلب بنت بشرتها بيضة. طبعا محدش تقبل الإعلان ده نهائي، كل العالم هاجم دوف، هاشتاجات مقاطعة وجرايد بتكتب وقضايا اترفعت ومحلات كمان رجعت لهم منتجاتهم وخساير بالمليارات. دوف بعدها نزلت اعتذار رسمي، بس الخساير فعلا كانت مرعبة. قولوا لنا بقى شايفين موضوع الاعلان ده ازاي؟ هل فعلا كان الموضوع بسيط وهزار والناس كبرت الموضوع، ولا فعلا تعتبر سقطة تسويقية؟ بس يا سيدي، وكده يبقى خلص الكلام. سلام.